يا عم مفتاح جيل اليومين دول مستهتر ومش شايف غير نفسه وعاوز كل حاجة على الساهل، مش عاوز يتعب في حاجة. أهم حاجة هو البيت، لازم عينينا تبقى عليهم طوال الوقت ونفهمهم ونسمع لهم كويس. نسمع مين يا عم مفتاح؟ دول يخرجوا من حوار يدخلوا حوار ورأيهم من دماغهم وحواراتهم ما بتخلصش. ما هو ده واجبنا في الدنيا، إننا نعرفهم الصح من الغلط طول الوقت، زي ما بتعمل كده الخالة وداد مع بنت أختها فلة. هلالك شهر مبارك يا فل. انت يا فل. يو، هو انا مش بناديكي بقالي مدة، ما بتردش ليه يا بنت الباش؟ مش شايفاني مشغولة يا خالته يعني؟ والمهم مشغولة في ايه في ليلة مفترجة زي دي؟ مش هتفهم، عمرك ما هتفهمي ولا هتقدري تستوعبي يعني ايه نت يا خالته. البيت من غير نت زي البيت من غير ست يا خالته. طيب انا هعرفك البيت اللي من غير نت بيكون عامل ازاي يا حكيمة زمان. خالته النت فصل من اول اليوم ليه؟ وانا اشتراني يا لمبي يا خالته بلاش تبيني اكتر من كده. وديت النت فين؟ وديته الجنة يتمرقع له شوية وبعدين اقعدي اتفرجي، ده مسلسل حلو قوي. انا عارفه انك بتعاقبيني، لكن النت ده حياتي يا خالته ومن غيره ممكن اضيع. ديت مشكلتك يا فل، انك مقضية كل وقتك على النت ويا ريته بفايدة، الا ما بين مسلسلات وبرامج ومطنشه اللحظات الحلوة اللي بين عيلتك وناسك اللي ما تتعوضش، واللي غيرك ياما يتمنى الزمن يرجع بيه علشان يعيشها من تاني. يا حبيبتي كل حاجة في الحياة لها وقتها، ومن يوم ما المخروج دوت دخل البيوت وبقت مشردة وخنيقة بقى يوم وقفة رمضان مشغولة بيه وسايباني اوضب واحتفل مع نفسي يا جحدة الا ما قلتلي كل سنة وانت طيبة يا خالته. خلاص يا خالته متزعليش، انا اسفة، انت عندك حق، انا طول الوقت بعيدة عنك فعلا وعصبية. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.